مرة امسك الكاميرا واصور، فمش هبقى متعود عليها، فاعذروني حتى لو التصوير وحش شوية. بس انا النهاردة هوريكم يوم في حياتي، ويوم بجد في حياتي. مش هصور لكم بقى اقول لكم ان انا بصحى الساعة 5 الفجر وبعدها بروح اجري 3 ساعات وبعدها لا. انا فعلا النهاردة هوريكم day in the life انا بعمل ايه كل حاجة. والنهاردة عندنا حاجات كتيرة قوي ورانا على التو ليست، فيلا نجهز لليوم. لسه صاحي من 5 دقايق ولا حاجة. صحيت الساعة 8 دلوقتي، الساعة دلوقتي 8. الستورز بتاعتنا عاملة ايه الساعة 8 الصبح، فيعني مش هتوقع حاجة قوي، لأن بالليل في حبة ناس بيبقوا صاحيين، بس المفروض ده يا لهوي. بص الجمال. تصحى الساعة 8 الصبح اهو، الساعة دلوقتي اهو 8 وتلت، على سيلز ب4,500. الساعة لسه 8، يعني احنا عملنا 4000 جنيه واحنا نايمين. وهو ده فعلا معنى، ماشي، لو قريت اسمه ريتش داد بور داد، هو ده معنى اللي انت تخلي الفلوس هي اللي تشتغل لك، مش انت بتشتغل فلوس. ما تبيعش وقتك عشان الفلوس، لا. دي انا نايم ما بعملش اي حاجه، دوبك بس مشغل اعلانات والفلوس هي اللي بتشتغل لي. هي مش مبلغ ولا حاجه، بس واحده واحده. عمر ما حاجه هتيجي. انت لو عاوز تعمل مليون في الشهر، انت مستحيل 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 توصل للمليون مره واحده. انت محتاج ايه؟ ستيب باي ستيب، و محتاج كل يوم تشتغل على نفسك. ما ينفعش يوم واحد يعدي من غير لما تبقى اتحسنت 1%. فتعالوا كده نشوف الاعلانات برضو عامله ايه. تمام. نعمل ابديت سريع كده. صرفنا 1500. عاوزين نشوف بس النهارده بس صرفنا كام. 500 وصادهم 4500. حلو، يعني الكوست بيج 70. فين الروز 8. ماشي حلو. النهارده شكلنا هنعمل سكيل. انا امبارح عملت سكيل شويه، زودت البادجت حبه حلوين. النهارده بقى هنضطر شكلنا نعمل كامبين CBO مش ABO. CBO اللي هي هنخلي البادجت من الكامبين بره. هنشوف كده الادز الناجحين ونقفل الادز مش ناجحين، ونبتدي بقى نعمل سكيل. علشان النهارده المفروض ان شاء الله نقفل اليوم على الاقل 20,000 جنيه. يعني لو عملنا 5000 واحنا ولسه الساعه 8، ان شاء الله نقفل اليوم على الاقل 20,000 جنيه. اتكلم بتاع الستوك عشان تقرب يخلص. ودلوقتي هنجهز عشان ننزل اعوم شويه، عشان بحب اعوم الصراحه، لان العوم مفيد قوي 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 كهيلث، كل حاجة. يعني هو فعلا تستفاد كل حاجة، يعني عضلات، ماسل، انديورنس، كل حاجة. واهم حاجة الهيلث بتاعك، لان ده الحاجة الوحيدة ما دفعت ملايين العالم ممكن تروح منك عادي خالص. فالحمد لله، اهم حاجة تحمدوا ربنا على كل حاجة، لان احنا في نعم كتيرة قوي مش حاسين بيها. احنا دلوقتي ممكن نبقى عارفين حلم حياة حد، بس احنا مش ملاحظين. كرياتين عشان بحاول اظبط جسمي. بقالي كام اسبوع عامل دايت وكده، يا نهار ابيض. الموتوسيكل الموتوسيكل بيتبهدل خالص، محتاج نروح نغسله. مش عارف المشكلة ايه ده. عايزين نبقى نغسل بس بعدين عشان مش قادر الصراحة. لسه واصل البسين دلوقتي، والنهارده أول يوم هصور
وانا بره، فالكاميرا هتبقى تحت كده شويه عشان لسه ايه عقبال لما اتعود على امسك الكاميرا في بره البيت وكده. مغري قوي، هنقوم النهارده مش عارف هنقوم قد ايه، بس المفروض الساعه دي تبين لي كل حاجه، يعني هي ان شاء الله ما تبقاش ان شاء الله واتر بروف، يعني هننزل نكتشف مع بعض. بقى الساعه واتر بروف ولا لا؟ نبتدي الورك اوت على الساعه لهوي متهيس او ساعه مش عارف. انا شكلي عبيط بالنضاره عشان النضاره ب30 جنيه. يلا بينا. الساعة ما بصيتش، الساعة كام؟ شكلي هبقى الأول بالنضارة. لسه مخلص كده. قمنا حوالي مش عارف الصراحة 40 دقيقة. دلوقتي هنرجع نستحمى ونفطر ونشوف بقى الشغل اللي ورانا. عملنا حوالي 1500. دلوقتي راجعين اهو. تلات بيضات مع اعتقد يعني 2 براون توست. واللي بيسأل او يعني ما تسألوش، بس انا عامل تحدي تشالنج يعني مع واحد من صاحبي ان انا احول جسمي في 90 يوم، بس ده فيديو تاني مش هقول اكتر من كده. مغري قوي، محروق شويتين بس يعني. لا انا اصلا ما بحبش الحاجات دي، فاهم؟ انا مش عامل دايت، انا اصلا ما بحبش اصلا الحاجات دي. عارفين الحته اللي هي اللي تحت او اللي فوق اللي هي محدش بياكلها دي؟ مش عارف ليه، بس انا يعني حاسس ان انا الوحيد اللي بحبها، عشان بحس كده اللي هي ناشفه، يعني مش ناشفه، تقيله كده وانا باكلها كده، بحب الاحساس ده، فاهمين؟ مش فاهمين حاجه بس حاجه. يا لهوي البيض. شيف انا شيف. اقعد دلوقتي اطفح، وانا بعش مش عارف ليه، بس ما بعرفش اكل من غير لما ببقى بتفرج على حاجه الصراحه، عشان بحس توحد قوي، افضل قاعد اكل من بره. ما بعرفش، انا بحب اتفرج على حاجه وانا باكل، فاقعد اتفرج كده على اي حاجه على اليوتيوب شويه، اخلص ونبتدي شغل. دلوقتي 11 ولحد دلوقتي 7000 جنيه، يعني اعتقد واحنا بنقوم هو لحد دلوقتي 2000 جنيه ولا حاجه كده. وفي الادز مانجر عملت البادجت CBO عشان خلي متى هما اللي يختاروا انيو ادسات اللي يصرفوا عليها. واحنا دلوقتي بنعمل سكيل، دلوقتي بنصرف حوالي 2000 جنيه في اليوم. لحد دلوقتي في النهارده وامبارح صارفين 1500، عاملين حوالي 17000. كوست بالبيرتشيز 60، روس 10. فحلو. وكلمت التاجر وان شاء الله الستوك جاي دلوقتي. هنخلص تو دو ليست بتاعتنا دلوقتي، فيديوز على الانستجرام عشان انزل فيديوز على الانستجرام وابتدي بقى اعتقد اقرا شويه. محتاج اقرا شويه. دلوقتي حالا مخلص السكريبتس، كتبت كده حوالي 5 سكريبتات لفيديوهات يعني انزلها، فيديوهات عشان تنزل على الانستجرام. ودلوقتي هبتدي اقرا كتاب، عشان اهم حاجه انك وتجين نوليدج. واحسن طريقه انك تتعلم وتجين نوليدج الكتب. يعني بص انا عندي هنا كتب كتيره قوي، قريت معظمهم يعني. في كتاب هنا تاني برضو، في كتب جنب السرير. ودلوقتي انا بقرا كتاب اسمه انفلونس. ده كتاب حلو قوي قوي قوي، وانصح اي حد يتفرج على الفيديو يتفرج عليه، لان ده بيعلمك السايكولوجي اوف persuasion، اللي هو يعني تقنع حد. فده انت ممكن تستعمله لو انت عندك بيزنس، لو انت مثلا سيلز بيرسون، اي حاجه. هو مهم في الحياه عامه، حتى لو انت بتعملش حاجه مهم يبقى عندك المعلومات دي. فانا هقرا مثلا، ففي العادي انا بقرا مثلا بقرا
من نص ساعة لساعة. الساعة دلوقتي 1 كده. أنا قريت وكده، أنا عملت السكريبتس دلوقتي، نقعد بقى نسمع حبة مزيكا واعمل اديت 3-4 فيديوهات. ده كده هياخدني مثلا حوالي ساعتين ولا حاجة، مش عارف. الواحد كل ده الساعة لسه 1، بس احنا عملنا كام حاجة بس الساعة 1. فيعني رسالة مني ليك، قوم يلا هزها شوية، يا قوم شوية، اتحرك شوية، اعمل أي حاجة في حياتك. والستور لحد دلوقتي 7000. الادز مش بتصرف اعتقد ده عشان متى هي عارفه الوقت اللي هو الناس بتشتري فيه، والناس الوقت اللي هو الناس ما تشتريش فيه، ماشي. وانا بوريكوا كل حاجه، يعني بوريكوا الارقام كل يوم، انا بوريكوا كل حاجه، مش شغل بقى اللي انا اقول لكم مش عارف ايه وما اوريكمش اي ارقام. انا بوريكوا كل الارقام اللي انا بعملها واللي انا بعملها للبراندز. يعني انا مفيش حاجه سنسد، كل حاجه انسنسد، ماشي. دلوقتي على التو دو ليست، ناقص كده خلاص، احنا قرينا، فهنعمل تشيك بوست 2. كده كده عندي بوست جاهزه، فهعمل بوست. ناقص لنا بقى ان احنا نعمل اديت ونفيلم فيديوز لل انستجرام والتيك توك. الوظيفة بتاعت النهارده ايه؟ قدامه 5 دقايق وابقى تحت، فنازل اوديه. نعم. تمام ماشي، يلا شكرا. شكرا. لا بس يا جدعان، انا عايز احكي لكم قصه مع الراجل ده بقى. في اول يعني من 6 شهور كده لما بدات، كنت بديله يعني في التسليمه كنت بسلم له اوردرين في الشهر. انا ممكن اوريكم عادي، يعني مش فارقالي بصراحه. يعني بصوا، اول ما بدات ده في الشهر، يعني اول شهر كان 8، تاني شهر كان 2 بس، في شهر كامل 2، رابع شهر 4، خامس شهر 2، بعدها الشهر ده 3، وبعديها بقى الحمد لله الحمد لله. ده كده كل الاوردرات مش مكتوبة، يعني مش كاتب كل، عشان الصراحة ده مانولي وكده، فيعني صعب عشان الاوردرات دلوقتي كده الحمد لله. بس السبب الوحيد، يعني في سبب واحد بس ورا كل الاوردرات دي. اول حاجة وهي، او لا مش سبب واحد الصراحه، هم 3-4. اول حاجه هي الكونسيستنسي. انا قعدت 6 شهور عمال ببيع في الشهر 2 بس، تمام، ومكمل. يعني 6 شهور، تخيل كل يوم تقعد تنزل كونتنت لمده 6 شهور، ماشي، وما بيتباعش غير 2 في الشهر، يعني مثلا 600 جنيه في الشهر. في السادس شهر بقى وبدات، ده بقى دخلني في قصه البيد ادز كلها، ماشي. في سادس شهر بدأت بيد ادز، وفي اول يوم عملت الفلوس اللي انا عملتها في ال6 شهور اللي فاتوا. فيعني اهم حاجه يا جدعان والله الكونسيستنسي، وانك كل يوم تعمل نفس الحاجه، واحده واحده بيلد اب مع بعض. وفجاه يعني هي ليه الشجره واحده واحده بتقعد تكبر تكبر تكبر، بعدين فجاه بوم بتلاقيها طلعت. فانت بقى دلوقتي يعني انت لسه بتبني، ممكن تقعد بقى تبني سنه، سنتين، 3، 4، كل واحد وتوقيته. اخي عليكم من تاني مش هقطعكم. والله بحب الاغاني. انا اللي بيسالني انت بتحب الاغاني، بحب الاغاني بصراحه. بها لا خلاني دلوقتي بصراحه. انا خلصت كل اللي ورايا، اقفل بس الاغاني عشان خلاص. I finally finished everything. دلوقتي مش ورايا، يعني I don't have anything to do right now. I think ممكن maybe ممكن اروح الجيم. انا عندي تمرين الساعة 5، تمرين كورة عشان انا بتمرن كورة، بس يعني هبطلها قريب، مش عارف ليه بصراحة. بس يعني خلاص، يعني كان من زمان هدفي ان انا ابقى لعيب كورة، بس
دخلت في سكة البيزنس وكده، ويعني I think this is the right path for me. بعت حوالي 4500 للتاجر علشان البضاعة الجديدة تيجي، عشان في اوردرز كتيرة قوي استلم البضاعة بس انت عايز تشوفه. نجهز علشان الساعة دلوقتي 5 وتمرين دلوقتي الساعة 5، فأنا محتاج ألبس بسرعة. لبس التمرين بقى مش فاكر هو كان فين بصراحة. عاوزين بقى أول ما نرجع، عاوزين في هنا بوكسات كتيرة قوي محتاجين نطبقها ونحط عليها ستيكرز ونباكج، عشان بكرة المندوب لما يجي يستلم الحاجة تبقى جاهزة. الساعة بتاعتي عشان أقيس حاجات اشتغلت أي حاجة أنا كده يعني، أصلا مش فارقالي، بس يعني أي فضا وخلاص فاهم. الساعة 5 دلوقتي، الساعة 5:10 متأخر عشان غير الساعات، مش فارقالي بصراحة. جو تلج، الجو تلج، انا لابس شورت، الجو تلج. انا متأخر موت. التمرين بدأ اعتقد، بس يعني انا بقى على البارد فمش فارق، هم العيال بتسخن. لسه مخلص تمرين. بصيت على الستور، مش عارف ليه اعتقد دي مش في حاجة، مش عارف، لان السيلز ثابتة على 9000 جنيه من ساعة اخر مرة بصيت. يعني بقالنا بصوا فرق الاسامي، بس اخر الاوردر اتطلب من الساعة 3:30، دلوقتي الساعة 8. معرفش بقى يعني شورت، بس مفيش اي مشكلة. ويعني اعتقد بس هو كل ساعة ومش كل يوم الريزلتس بتاعتك هتبقى حلوة، اكيد في يوم هتقع فيه، يوم الجاي هتلاقيه طالع. ده بيزنس في الاول وفي الاخر، انت بتبيع لبشر فاهم يعني، مش كل يوم لازم. وعلى طول النهارده يوم الاحد، يعني كان عندي مدرسة الصبح بس ما روحتش، بس يعني يوم الاحد على طول معايا مبقاش حلو، مش عارف ليه. مع ان احنا حتى معظم السيريز اللي احنا عاملينها كانوا بالليل، كانوا لسه ناس ما ناموش من السبت. دلوقتي محتاج اعمل فولفيل لكل الاوردرات اللي قدامكم دي، اعمل لهم فولفيل واديهم على بوستا شيبينج كده، وبعديها يجي هنا كل البوكسات دي نضطر نقعد نطبعها ونحط. فدي فيها مثلا بتاع ساعة مثلا، لازم بقى اقعد اطبق بوكس احط ستيكر، وبعدها اقول جيفت كارد، وبعديها بس الحمد لله كان كومبلين يعني. كان نفسي يبقى عندي المشاكل دي طول عمري، نفسي ان انا يبقى عندي المشاكل ان انا مش قادر اعمل باكج للاوردرز، والحمد لله ده غير كل الكلاينتس اللي انا شغال معاهم. بس الستور بتاعي ده انا اللي باخد كل البروفيت، مش باخد كوميشن. شغل دلوقتي حبة اغاني كده عشان ايه وقت يعدي. لسه هضطر احط على كل بوكس من دول ستيكر، احط جواه كارد، واحط جواه البرودكت، وبعديها لسه هحطها في الباكجينج، ولسه هحط ستيكر على كل واحده، ولسه هعمل سكان للسكانر ايه الستيكر. حبيبي نور الله. ماشي، النهارده الستور 10,000 جنيه. مكنتش متوقع كده بصراحة، كنت حاسس ان انا هلاقي في اليوم على الاقل 20,000 جنيه، بس يعني برضه 10,000 جنيه مش وحش. اعتقد كده النهارده اليوم كده خلص. بكرة بقى عندي مدرسة، فهصحى بكرة بدري. دلوقتي الساعة 9:30 كده، فاستحمى بقى عشان لسه برضه معلقتش لبس التمرين، يوم متعب. لو الفيديو ده عجبكم
اكتبوا لي في الكومنتس نعمل اكتر منه قريب قوي قوي قوي. هنعمل جايدز بفيسبوك ادز وشوب، يعني هنعمل فيديوهات جامده قوي، فاستنوا بقى. وده برضو ابيسودز الرود تو $10,000 بير مانث وانا عندي 17 سنه. انا هحاول اعمل $10,000 في الشهر وانا عندي 17 سنه، عشان اوري كل حد مصري ان الجول ده مش صعب. انت بس اهم حاجه محتاج تبقى عاوز وتبقى مصدق اللي انت ممكن تعملها، عشان انت لو مش مصدق اللي انت ممكن تعملها مستحيل تعملها. هي لو انت مش يعني انت لو مش حاطط في دماغك اللي هي عادي ممكن تتعمل، هتعملها ازاي طب ما انت مش مصدق؟ فاهم؟ فاشوفكم بقى في